ممكن تغمض عينك لمدة 5 دقايق وتتخيل كل اللي هقولك عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان طوله ولا هو طويل قوي ولا قصير قوي، لكن كان أقرب للجسم الطويل. شعره ما كانش مجعد ولا كان مسترسل، كان وسط ما بين ده وما بين ده. وفي روايتين في طول شعره، الرواية الأولى إنه كان لغاية شحمة الأذن، والرواية الثانية إنه كان لغاية الكتف. وكان شعره شديد السواد، وجهه صلى الله عليه وسلم كان مدور، وكان لونه ولا هو أبيض شديد البياض ولا أسمر شديد السمار، يعني كان وسط ما بين الاثنين. وكان وشه بيقال عليه الازهر، والازهر هنا معناها هو الوش المشرب بالحمرة، وشه كان محمر. كان صلى الله عليه وسلم عنده عرق في وسط جبينه، لما كان بيغضب كان العرق ده بينتفخ وبيظهر بوضوح. عيونه صلى الله عليه وسلم كانت واسعه ورموشه طويله، وكانت زي ما يكون متكحله، وكان البياض اللي فيها شديد البياض والسمار شديد السمار. حواجب النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويله ومقوسه، اما انفه كانت طويله، وارنبه الانف كانت مدببه، وقصبه الانف نفسها كانت مرفوعه لفوق. فمه صلى الله عليه وسلم كان واسع، واسنانه مرصوصه، وكان في بينها تباعد اللي بيتقال عليه الفلب، وكانت اسنانه شديده البياض. دقنه صلى الله عليه وسلم كانت كبيره وتقيله، كان في مسافه بين كتفين النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيدل على عرض صدره. وشعر صدره صلى الله عليه وسلم كان عباره عن خط ما بين الصدر لغايه السره، خط واحد فيه شعر اسود طويل ناعم. ذراعين النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيره وقويه. صوابع ايدين ورجلين النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويله وفيها تخن، وراحه ايده كانت كبيره. وعلشان اديلك دلاله صغيره على حجم وقوه ايد وذراعين النبي صلى الله عليه وسلم، في حجه الوداع النبي بنفسه وبايده ذبح 63 بدنه، والبدنه هنا معناها الجمل او البقره. وكان كفه صلى الله عليه وسلم ناعم. بطنه صلى الله عليه وسلم كانت مستويه، ما كانش عنده كرش. ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كان عريض. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه مشيه مميزه جدا، وتقدر تتخيلها ببساطه انك تشوف في خيالك حد نازل من على مكان عالي، كان بيمد في مشيته وبيسرع فيها وكانه نازل من على منحدر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيشوفه لاول مره كان بيهاب، واللي كان بيتعامل معاه وبيخاطبه باستمرار كان بيحبه. ربنا جعل له صلى الله عليه وسلم الهيبه والاجلال في نفوس كل حد كان بيشوفه. وكان صلى الله عليه وسلم اصدق الناس في الحديث، والينهم في الطبع، واكرمهم عشره. طيب بعد ما قلت لك على وصف النبي صلى الله عليه وسلم، والوصف ده هو اجمالي الموجود في الاحاديث الصحيحه، تعال اسالك سؤال واديك 5 ثواني تجاوب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز كم مره؟ طيب تعالى دلوقتي اقول لك على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. دول اسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بدون اي ترتيب فيما عدا زوجته الاولى السيده خديجه بنت خويلد. يلا خدها سكرين شوت. امنا خديجه بنت خويلد، امنا سوده بنت زمعه، امنا عائشه بنت ابي بكر، امنا حفصه بنت عمر بن الخطاب، امنا زينب بنت خزيمه، امنا ام سلمه بنت ابي اميه، امنا زينب بنت جحش، امنا جويريه بنت الحارث، امنا ام حبيبه بنت ابي سفيان، امنا صفيه بنت حيي، امنا ميمونه بنت الحارث، امنا ماريا القبطيه. خلصنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يلا بينا انقلك على ابنائه. كل ابناء النبي صلى الله عليه وسلم من السيده خديجه بنت خويلد، ما عدا ابن واحد بس هقول لك عليه بس بعد ما نخلص ابناء السيده خديجه. وكان صلى الله عليه وسلم ليه من البنات 4، زينب وفاطمه ورقيه وام كلثوم. وكان ليه صلى الله عليه وسلم من الذكور 3، 2 منهم من اولاد السيده خديجه بنت خويلد، القاسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيكنى بيه، يعني كان بيتقال له ابا القاسم. وعبد الله، وكان بيسمى بالطيب الطاهر. ونيجي لابن النبي صلى الله عليه وسلم الثالث من الذكور، هو جاي من امنا ماريا القبطيه مصريه الاصل، ابنه ابراهيم. وابراهيم تحديدا مات وهو عنده سنه و10 شهور تقريبا، وكان قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ب3 شهور. لو حد ما يعرفش ممكن جدا يسال نفسه هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم اولاده الذكور ما حدش فيهم كان بيعيش، كلهم كانوا بيموتوا في سن صغير. الاجابه على ده بمنتهى البساطه منعا للفتنه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعا لتوريث النبوه، لان معروف ان النبوه كانت بتورث، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء والمرسلين. بعد ما قلت لك على ابناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، تعال اقول لك بناته اتجوزوا مين. السيده زينب اتجوزت من ابو العاص بن الربيع ابن خالتها. السيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها كانت متجوزه من سيدنا علي بن ابي طالب، وخلفوا سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، سيده شباب اهل الجنه رضي الله عنهم. اما السيده رقيه رضي الله عنها اتجوزت سيدنا عثمان بن عفان في مكه، وبعد كده هاجروا من مكه للحبشه، وفي الحبشه خلفوا ابنهم عبد الله. وكان سيدنا عثمان بن عفان بيكنى بابا عبد الله. وبعد وفاه السيده رقيه رضي الله عنها بما يقال انه مرض الحصبه، النبي صلى الله عليه وسلم جوز
جوز سيدنا عثمان بن عفان لبنته ام كلثوم، علشان كده كان بيسمى سيدنا عثمان بن عفان بذي النورين، لانه اتجوز 2 من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وخليني اقول لك على مفارقه ظريفه جدا في الموضوع ده. السيده رقيه والسيده ام كلثوم رضي الله عنهم قبل ما يتجوزوا سيدنا عثمان بن عفان كانوا متجوزين 2 من اولاد ابو لهب. السيده رقيه كانت متجوزه ابن عتبه، والسيده ام كلثوم كانت متجوزه ابن عتيبه. وبعد نزول سوره المسد في ابو لهب ومراته امر ولاده الاثنين ان هم يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم ان الجواز والطلاق كان بدون دخول. طب تفتكر ايه احسن حاجه نختم بيها الفيديو ده؟ انا هقول لك نسب النبي واسمه من اول محمد صلى الله عليه وسلم لغايه ادم عليه السلام. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مر ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد ابن مالك بن النضر بن كنانه بن خزيمه ابن مدركه بن الياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان ابن أد بن هميسع بن سلامان ابن عوص بن توز بن قموان ابن أبي بن عوام بن ناشم ابن حزة ابن بلداس بن يلداف ابن طابخ ابن حاجب بن ناحش ابن ماخي ابن عيض بن عقر ابن عبيد بن الدعاء بن حمدان ابن سنبر ابن يثربي ابن يحزن ابن يلحن ابن يرعوي ابن عين ابن ديشان ابن عيسر ابن إقنان ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحي ابن زالح ابن سمي ابن مزة ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن آزر ابن ناحور ابن ساروع ابن راعو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشاز ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متشلخ ابن أخنوخ ابن يرد ابن مهلئي ابن قينان ابن آنوش ابن شيس ابن آدم عليه السلام. دلوقتي حالا تقدر تاخد سكرين شوت اللي هتلاقي موجود فيها أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أولاده الذكور والإناث، وكمان أزواج بناته رضي الله عنهم جميعا. أما المنطقة اللي أنا بعلم لك عليها دي فهي فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم من أول النبي لغاية سيدنا آدم عليه السلام. يلا هسيب لك 3 ثواني خد فيهم سكرين شوت. الفيديو ده انا بحضره بقالي كتير جدا، والحمد لله ان هو طلع بالشكل ده، ويا رب الكل يستفيد منه. بشكر كل حد ساعدني في تحضيره، وللناس اللي بتحب المصادر انا هحط لك واحد من مصادري في الكومنتات. اهم حاجه اذكروا الله كتير جدا في السر وفي العلن، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حابين ان انا اكمل اكتبوا لي اكمل، انا كده كده ان شاء الله مكمل.